انا ما اقدرش اقول لك بكل وضوح وكل صراحه ان انا انسانه متصالحه مع نفسي. بالعكس، انا ما اقدرش اقول حاجه زي كده خالص، وحاجه زي ان انا مثلا اروح ثيرابي او ان انا استخدم العلاج ان انا مثلا تشافي وكل الكلام ده. انا دي خطوه بقالي فتره طويله جدا، ممكن سنه مأجلاها او مش بعملها. خايفه. ازيك يا هلا؟ ازيك؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام. بص، احنا بودكاست ده احنا بنعرف انت مين اكتر وبتعملي على السوشيال ميديا، ونعرف ماضيكي كله ماضيه كل مره واحده. شوية يعني. ابتدي من انت اصلا منين؟ بص، انا من مصر من المنصورة عادي. بس طول حياتي في الامارات. من 2006 رحت الامارات. دراستي كلها وحياتي كلها هناك مع اهلي. ورجعت مصر قريب بقالي 3 سنين. لسه الاستقرار مش قوي ما بين هنا وهناك يعني. بس فانا ردا على السؤال ده، انا اعتبر طول حياتي في الامارات يعني. طول حياتي دراستك تعليمك كل حاجة هناك كل حاجة، بس عمري ما بعدت عن حتة ان انا مصرية. اصلا؟ لا خالص. بالعادات بالثقافات بالملوخية بكل حاجة. بكل حاجة. حتى كنا بندور على المطاعم المصرية الأصلية واحنا هناك يعني. اللي هناك الحياة فرق كتير طبعا عن هنا، عارف، بس انت مش باين عليكي، يعني باين عليك انت مصرية بجد بقى، فاهمة؟ اه. اه، لما حتى لما لما اتحط في الموقف ان انا مضطره اكون مصريه ببقى مصريه. لما اتحط في الموقف ان انا مضطره اكون كده مصريه هعوج على لساني بره. عليكم اعوج دلوقتي. لساني، بالظبط كده. طيب، انت اصلا بتعملي على السوشيال ميديا او بتقدمي ايه؟ بص، المحتوى بتاعي محتوى تعليمي داخل اكتر في حتة التسويق الرقمي والسوشيال ميديا، ازاي ان انا استخدم السوشيال ميديا ان انا اطور نفسي. لو انا مثلا عندي بزنس، سمول بزنس، لو انا شركة وعايزة استخدم السوشيال ميديا للماركتينج بطريقة صح، فانا بطلع في المحتوى بتاعي بطريقة غير مباشرة بقى، وبتكلم في تيبس ان انا ازاي استخدم السوشيال ميديا صح، وبحلل استراتيجيات تسويقية لبراندز وكامبينز معروفة وناجحة. فالمحتوى بتاعي مينلي داخل في حتة اللي هو انت ازاي تطور نفسك، ايا كان من ناحية البيرسونال براند، لو انت صانع محتوى، او لو انت بزنس او شركة او سمول بزنس، ازاي تطور نفسك من ناحية السوشيال ميديا. اوكي. بس. طب وانت اصلا مبسوطة في شغلك؟ الحمد لله. هي هواية ولا دراسة اتقلبت هواية، ولا ايه بالظبط؟ يعني انت اصلا خريجة ايه اصلا؟ انا خريجة اعلام ماس كوميونيكيشن من الامارات. اعلام مش القاهرة؟ لا مش اعلام حاجة كده بدولار، ها؟ ماس كوميونيكيشن. تحتيه ويب ميديا وماركتينج، تسويق واعلام عامه يعني. كان مركز ما بين في كورسز في الاعلام والتصوير والاخراج، وكورسز في التسويق في نفس الوقت برضو يعني. فهو تابع للدراسه بتاعتي. بس ما اقدرش اقول ان اللي انا وصلت له او ان انا اكون على السوشيال ميديا واقدم استشارات او نصايح او تيبس او ان انا اعلم عامه اي حاجه، ما كانتش بس من دراستي في الجامعه. انا قعدت اطور نفسي في كورسز كتيره باخدها. كل كام شهر بقى بدخل في كورس جديد، في ايفنتس جديده، في نتوركس جديده. وزي ما انت عارف الفتره دي ايفنتس كلها بقى في التطوير النفس والكارير والماركتينج، مليانه في كل حته. يعني فبرمي نفسي ساعات فيها. بحس ان الحاجات دي بتكون مترتبة مثلا، بس قشطة. يعني ساعات بحس ان شغلك مهم جدا، بس اللي عشان يدخل فيه او يفهمه او يشتغل فيه اصلا محتاج له يا اما فلوس كتير يا اما تركيز كتير. يعني هو لازم يضحي بحاجة يعملها كتير، فاهمة؟ فبحسه كده ساعات، بس ما علينا من الحتة دي. هو دي حقيقه. ايه اللي خلاكي تطلعي تدي نصايح للناس او ازاي يعملوا حاجة، ازاي يطوروا نفسهم بستايلك ووشك، بحياتك؟ وغير كده انت ما بتطلعيش حياتك الشخصية في السوشيال ميديا، يعني محدش يعرف عنك حاجة. اكبر غلط ممكن اعمله هو ان انا اطلع حياتي الشخصيه على السوشيال ميديا. ساعتها انا اي حد يقدر يستخدم حاجه ضدي، او اي حد عامه يقدر يعرف اللي هو مين هلا، فانا كده كشفت. انا مش عايزه ده خالص. انا عايزه اطلع بايمج وبصوره معينه. احب اقولك ان انا النهاردة جاي ابوظ الصورة دي. ما انا واخده بالي. ما انا واخده بالي. انت اصلا يعني من النوع اللي هو متصالح مع نفسه في كل حاجة، بيروح للثيرابيست، ولا من نوع الكتوم وبيحب يفضفض للناس اللي حواليه؟ خصوصا ان انت مثلا، انا يعني عشت طول عمرك في الامارات، يعني متربية وسط بيت واحد بعدد اشخاص معينة، عايشة فيه طول حياتك لحد ما كبرتي وجيتي القاهرة.
جيتي مصر. حتى لو انت عندك اصدقاء واصحاب كتير جدا هناك، فبرضه مش هيعوضوا قريب القريبين، فاهمة؟ انا ما اقدرش اقول لك بكل وضوح وكل صراحه ان انا انسانه متصالحه مع نفسي. اوكي. بالعكس، انا ما اقدرش اقول حاجه زي كده خالص. وحاجه زي ان انا مثلا اروح ثيرابي، او ان انا استخدم العلاج ان انا مثلا تشافي وكل الكلام ده، انا دي خطوه بقالي فتره طويله جدا، ممكن سنه مأجلاها او مش بعملها. خايفه. من خايفة تروح على ثيرابيست مثلا اقول لك انت عندك لا كذا وكذا؟ لا، خايفه اكتشف نفسي، اكتشف حاجات عن نفسي، لان انا عارف لما تكون يعني قافل كده الصورة في وشك تماما وقاعد كده في اللي هو بتنكر كل حاجة بتحصل، بتنكر اللي ممكن تكون فيه او عادات معينة عندك او صفات معينة عندك. حد يقولك اللي هو انت عندك مشكلة في كذا، انت ما بتعرفش كذا، انت عمرك ما هتطلع من دايرة اللي هي دايما قافلاك، انت طالع بصورة غير صورتك الحقيقية. فالكلام ده خليه بالنسبة لي زي ان انا انكار. لو رحت وواجهته مش عارفة دي هتبقى حاجة حلوة ليا ولا وحشة. اشمعنى هو اللي بيحصل ده، او الكلام اللي بيتقالك ده، من ناس صحابك عادي ولا من ناس قريبين منك؟ ما هتفرق. هي الفكرة ان لا، قريبين مني، بس ما هم عشان قريبين مني فهم عارفيني كويس، وعارفين هلا اللي بعيدة عن الشاشات وبعيدة عن الستاير وكل الكلام ده، هلا اللي ورا الستاير. ف... فهم بيحاولوا يساعدوني ان انا اواجه نفسي. انا عندي مشكلة كبيرة في ان انا اواجه نفسي. ممكن اعرف ايه المشكلة اصلا، ايه سببها؟ يعني كل مشكلة في الدنيا بتكون ليها بذرة وبتفضل تكبر مع الوقت، وطول ما احنا ما بنكشفهاش فاحنا بنكبرها. فاهمة قصدي؟ مم. فأكيد المشكلة دي كانت موجودة من صغرك مش وانت كبيرة. في حاجات كتيرة كده جوانا، يعني مهما حاولنا ان احنا مثلا نكتمها او نخبيها، برضو بتحاول تتغلب علينا. وانا لو سمحت حاجه زي كده تحصل، أنا مثلا ال الافكار والحاجات اللي كانت يعني اللي كانت عندي زمان وانا صغيره تتغلب عليا او تتحكم فيا، مش هعرف احقق اللي انا بحاول احققه دلوقتي. أم، حاجات كتيره بقى. ممكن تحكي لي عن ايه هي الحاجة اللي من وانت صغيرة هي معاكي لحد دلوقتي وانت مش عايزة تواجهيها مثلا؟ يعني ممكن تكون مثلا حاجة في مدرستك، حاجة في بيتك، حاجة مع حد قريب منك، فقدان حد عايز عليكي. ممكن يعني ايه اكتر حاجة، ايه البذرة اللي انت شايفة نفسك بتصارعيها دايما مع الوقت، ان انت مش عايزاها تظهر للناس ولا حتى لنفسك، علشان لو ظهرت هلا هتبقى مسهلة هتبقى مع السلامة. مزقنا. اه فاهمة. فايه هي البذرة دي؟ انا ممكن الخص لك الموضوع في كلمه واحده بقى، نخش في تفاصيل يعني. مش خذلان، ان انا اخذل نفسي. ليه؟ زي ما قلت لك، انا حاطه نفسي في صوره معينه، او عايزه اطلع بصوره معينه، عايزه عماله اجري واصارع حاجات كتيره جدا عشان اوصل لحاجه معينه. كنت طول عمري بيتقال لي ان انا مش هعرف اعملها، او ان انا مش هعرف احققها، او ان انا مش مقتدره او مش قادره ان انا اعمل حاجات معينه او احقق حاجات معينه. كان دايما بيتقال لي ده من اقرب ناس ليا. انتي مش هتقدري، انتي مش هتعرفي، انتي مش هتعملي. ما تتعبيش نفسك. خليكي في الحاجات السهله والبسيطه، بلاش تعقدي نفسك في حاجات انتي مش قدها، مش هتعرفي. فده خلق جوايا من وانا صغيره عقده او حته ان انا عايزه اعمل الحاجه دي عشان اثبت للشخص او للناس اللي قدامي دول ان انا عملتها او ان انا قدرت اعملها. فده كان بدايه الموضوع، الهوس او الاحساس الزايد ان انا عايزه احقق حاجه او اثبت حاجه او اطلع بصوره معينه. اوكي. عملتيها ازاي؟ ايه هي بالظبط؟ طلعتي بالصورة دي ازاي في وقت صغير، وقت لا، هو ما قليل؟ كانش وقت صغير خالص. كان رحلة هو طويلة. ما اقدرش اقول لك اصلا ان انا برضو حققتها بالطريقه اللي انا يعني عايزاها. انا لسه لحد دلوقتي
برضو بصارع الحتة دي اللي هي حتة إثبات النفس والخوف من إن أنا مش هقدر ومش هعرف ومش هعمل. بس الموضوع مع الوقت ومع حبا في اللي أنا بقيت أعمله وحبا في إن أنا لما لقيت فعلا إن أنا قدرت أعمل ده ولقيت نتائج ولقيت إن في ناس بتيجي تشكرني وبتقولي أنتي ساعدتيني أنتي فدتيني، الموضوع اتحول معايا من حتة إن أنا بعمل ده عشان أثبت لحد إن أنا قادرة، إن أنا بعمل ده عشان أنا عايزة أعمل ده وبحب أعمل ده عشان أنا شايفة نفسي شاطرة فيه. فعمالة أزق نفسي طول الوقت إن أنا أتطور أكتر وأبقى شاطرة فيه أكتر. فبدأ إحساس إثبات النفس ده يقل وإحساس إن أنا بعمل ده عشان أنا شايفة نفسي فيه يعني. بس برضو ما أقدرش أقولك إن الإحساس ده اختفى خالص. امتى قلتي لنفسك الشخص ده او المجموعة دي اللي بتقولي مش هعرف، مش هتقدري، مش هتوصلي، ما تتعبيش نفسك، امتى يئستي في مرة وقلتي لنفسك اوكي هم عندهم حق، انا لازم ارجع نفسي، انا فعلا مش هعرف؟ ممكن يكون صح إن أنا مش هقدر اه، أو ان انا مش مش هقدر، ان انا لازم ارجع، ان عمري انا عمري في حياتي ما قلت لنفسي إن هو ممكن يكون صح. اوكي. عمري في حياتي ما تخيلت إن أنا مش هقدر أعمل حاجة. بالعكس الموضوع كان عند بعند. يعني انت اصلا اللي خلق هالة هو العند. جدا. أنا عنيدة جدا. عارف كلمة تقيلة بيقولها لك اللي هي أنت مثابر أو اه، مثابرة. أنا شايفة نفسي يعني مش عارفة، شايفة نفسي إن أنا إنسانة مثابرة في حتة اللي هو أنا عايزة أعمل ده فأنا قادرة أعمله، فأنا هعمل كل حاجة عشان أعمله حتى لو هقع 100 مرة. أنا دايما كانت مشكلتي أصلا مع أهلي وأنا صغيرة إن أنا عنيدة، بعيدا بقى عن الكارير والشغل والحاجات دي كلها، أنا بتكلم بقى في الحياة العادية. عنيدة عنده مش طبيعي. عايزة أعمل ده أنا عايزة أعمل ده، عايزة أخرج هنا أنا عايزة أخرج هنا، عايزة أروح أعمل ده أنا أعمل ده. فالعند كان لحد دلوقتي. فاكرة موقف وانت صغيرة كنت عنيدة فيه جدا وعملتي اللي في دماغك وتعاقبتي عليه اصلا؟ اتعاقبت عليه فحصل موقف اتعاقبت عليه بس كنت مبسوطة. ماشي، ايه اللي حصل معاك؟ والله بص هو مش فاكرة تفاصيل، بس هو كان تقريبا ان انا كنت عايزة اخرج في حتة او حاجة زي كده وكانوا اهلي مش موافقين. فبالعند بقى يوم خرجت ورحت عملت اللي انت عايزاه. عملت اللي انا عايزاه. وطبعا اتعاقبت واتضايق وانا اتضايقت ان انا ضايقتهم وكل الكلام ده، بس فرحت بنفسي ان انا اثبتت لنفسي ان انا لا انا هعمل اللي انا عايزاه. وصلت اللي انت عايزاه. انت وصلت اللي انا اصلا عايزاه. نزلتي مصر اصلا بمزاجك، ولا يعني انت خلاص خلصتي كل حاجة هناك فنزلت مصر، مع انك كنت ممكن تكملي هناك عادي حياتك وتشتغلي هناك بص لا هو الموضوع اكبر من كده بكتير جدا. انا ما خلصتش حياتي او ما وقفتش حياتي في الامارات، بالعكس انا جايه مصر بهدف معين يساعدني ان انا لما ارجع ابقى في مكان او في حته معينه تزقني اكتر وتخليني اعلى. اوكي. تفاصيل. بسيط بالظبط. طيب، انت أه، اصلا يعني انت الخذلان اللي انت خدتيه في حياتك او شفتيه في حياتك، اكيد في صدمات كتيرة جدا شفتيها مع الخذلان في نفس الوقت. ايه صدماتك من وانتي صغيرة بقى، بعيد عن شغلك خالص، صدمات في الحياة عامة؟ لا في كتير. اديني حتة. أه، كان في يعني حد عزيز عليا اوكي. وكان اقرب حد ليا في حياتي كلها. تمام. جدي الله يرحمه. أه، توفى من حوالي من 2014. دي كانت اكبر صدمة في حياتي. انا ما كنتش ما اقدرش اقول ان انا كنت كبيرة بقى قوي وقتها، انا كنت 15 سنة عادي. بس هو كان اقرب انسان ليا في كل حاجة. عارف لما تكون تفوق كده وتلاقي شخص معين قدامك وهو طول الوقت حواليك، وده اللي انت عايز تخليه يفتخر بيك، عايز ترفع راسه. جدي كان بالنسبة لي مش فكرة جدي بقى وكده بيت الجد بقى والجدة وكل الكلام ده، لأ هو أنا لفترة معينة لحد ما كان عندي 5-6 سنين تقريبا كان هو بالنسبة لي بابا وماما وكل حاجة. ففقدانه كانت من أصعب الحاجات وأكبر الصدمات اللي مريت بيها في حياتي كلها يعني وكانت كانت بسرعة قوي، ما كانتش متوقعة. أه، لحد دلوقتي بحلم بيه وبحس ان هو بيجيلي بيطمني يقول انا كويس، ما تقلقيش هتجيلي قريب. وبشوفه مبسوط، بشوفه مبسوط وبفرح قوي.
وده اكتر حد كنت متعلقة بيه ليه؟ يعني كنت عايشة معاه مثلا ولا هو كان معاكوا في الامارات ولا؟ بالعكس، هو انا عشت معاه كعيشه اول كام سنه في حياتي، بس من ساعه مثلا ما اتولدت لحد ما بقى عندي 7 8 سنين. اوكي. بقيت الوقت لحد ما بقيت 15 في الفتره دي كنت بشوفه مثلا فتره صغيره في السنه، تمام. بس فضل كل ما الوقت يعدي هو اقرب حد ليا، اقرب حد روحانيا. مش ان هو موجود معايا في نفس المكان او عايش معايا. كنت طول الوقت حاسه ان هو اكتر واحد حنين عليا، تروح تفهمني. أم، كان يعني كان اقرب حد ليا من كل النواحي. يعني كانت فقدانه بالنسبه لي كانت حاجه كبيره قوي قوي قوي، يعني لحد دلوقتي انا متاثره بيها ومش مش قادره يعني اتخطاها. الله يرحمه. الله يرحمه. بس انت اصلا من طبيعتك، انا يعني عمري ما شفتك مثلا مره معاكي ريلز مع واحده صاحبتك مثلا، او مع او جروب، او رايحين في مكان، او انت في حياتك اصلا عندك من النوع اللي عنده صحاب واجتماعي وعنده ناس، ولا واخد جنبك كده زي القط بتاعك وبيلعب في الزيت؟ ايه خليني اقول بالظبط؟ لك على حاجه يعني، ايوه. عشان حد يوصل للليفل والثبرة والعند اللي عايز يوصله عشان يوصل لحاجة معينة أو يحقق حاجة معينة في الزمن اللي كله competition بقى وتطورات، وطول الوقت فيه صراعات وحاجات بتحصل ومقارنات. عشان حد يوصل ويفضل يعدي كل ده ويفضل مستمر على الهدف بتاعه، في حاجات لازم يضحي بيها وفي حاجات هيخسرها. أنا لحد دلوقتي صحابي، مش عايزه اقول لك صحابي، ناس كانوا معايا في المدرسه زمان، كانوا من اكتر الناس اللي بتخذلني انا، يعني بتخذلني في نفس الوقت وبينهم يعني طول الوقت مش بيقولوا مثلا، مش شايفين ان هلا هتقدر تبقى حاجه. طول الوقت بيحبطوني، طول الوقت. كان الموضوع يعني في حته اللي هو يعني انت مش عمرك ما هتوصل نفس حته اثبات النفس برضو جايه من الاريا دي. دلوقتي بقى الناس دي هما بيكلموني عشان اساعدهم في شغلهم وفي حياتهم في حاجة، بيكلموني وبيجوا ورايا يعني. اوكي. حرفيا كل علشان انت اثبتي عكس النظريه. طيب انت انا اصلا. بقيت مؤمنة بعد الحاجات دي كلها، بقيت مؤمنة بحتة اللي هو لو الشخص حرفيا مؤمن وعارف من جواه ان هو هيقدر يعمل حاجة او شايف نفسه في حاجة معينة او شايف نفسه مقتدر على حاجة، لو هو لوحده شايف بعيدا عن اي حاجة حواليه، لو هو شايف ومقتنع بده وعايز يعمل ده، ايا كان ايه اللي هيحصل، مين حواليه، مين بيحاول يوقعه، مين بيحاول يحبطه، ايا كان حرفيا مين، مش هيفرق معاه، هيفضل مركز في النقطة اللي هو مركز فيها. انت اصلا كنت من النوع الشاطر والدحيح في الدراسه اصلا؟ خالص خالص. انا ماليش في حتة ان انا اقعد اذاكر بقى بالساعات. انا ما اقدرش اكمل نص ساعة على كتاب، ما اقدرش اوكي. اكمل نص ساعة على كتاب خالص. انا بحب الحركة. عندك ADHD؟ انا حاسس ان مصر كلها 80% بقى فجأة عندها ما ADHD هو او بقى ترند، OCD، فاهمه؟ بقى انا ترند. OCD، خلي بالك، انا بحب حاجات منظمه جدا وكده، انا فاهمه؟ عكس الاو سي دي، انا اوكي. شخصية ميسي جدا. طيب انت، يعني انت وانت صغيره اصلا كنت من النوع اللي بيتنمروا عليها مثلا، او ستيل وانت كبيره يعني تعرضي للتنمر كتير، او تعرضتي فاكره موقف تنمر تعرضتي له؟ لان انا حاسس فجأة ان فعلا لولا عند الناس معاكي، سواء اهلك او اصدقائك او صحابك في المدرسة، ما كنتيش دلوقتي هالة هيثم الماركتينج الجامدة اللي كل مش قوي. اسبوع والتاني في مكان. لا والله يا قوي يعني. ايش مش هتحسدي، ما تلاقيش. ف ايه التنمر اللي انت ممكن تكوني شفتيه في حياتك مثلا؟ بص، كده كده تنمر كتير جدا حصل وانا صغيرة، بس اللي مش هتصدقوا بقى ان التنمر والحقد والمقارنة دلوقتي اكتر بكتير. بعد ما وصلت لحاجة معينة. بالظبط، الفكرة مش تنمر، مش بتكلم دلوقتي على تنمر، لا احنا كبرنا وبقينا ناس عاقلة. مش زي المدرسة والتنمر بقينا ونخبط. بننم اه بقينا بننم اه نقعد مع بعض ونقول شايفة من بعيد لبعيد، لكن ما بنتنمرش دلوقتي. لا ده مش عارف مين ساعدها، لا دي مش اه ده صحيح، الحقيقة. انت مين ساعدك؟ بص، اكبر اتنين كانوا دايما بيدعموني وسبورتيف ليا في اي حاجة بعملها هما والدي ووالدتي، حلو. بكل صراحة. طبعا.
مفيش لحظة في حياتي كلها ما طلبتش منهم مساعدة وسبورت ما ادوهاليش. انا برضو عايز اوصل، يعني انا مثلا دلوقتي مثلا بعمل بودكاست، عايز اكون موجود على السوشيال ميديا بطريقه حلوه. هاجيلك انت المفروض ان انا هاجيلك انت، صح؟ ايه الستيب اللي تعمليها وايه خطواتك اصلا تقوليها لي ممكن اعملها مثلا؟ زي عايز تبقى على السوشيال ميديا؟ ايوه، أو انت شاطر في انا خايف من السوشيال ميديا، انا مش عايز ابقى على السوشيال ميديا. انا بتكلم دلوقتي انا ماشي. نفسي خايفة. شاطر بمعنى اصلا خلي بالك، ممكن انا اكون مثلا شاطر لان انا بعرف اكون اعمل براند مثلا، او في ان انا اعمل علاقات كويسه جدا، بس مش شاطر في الماركت او مش شاطر في التكنولوجي بتاعي او مش شاطر في حاجات كتير جدا. فانتي دورك ايه؟ بتعملي لي ايه بص، دلوقتي؟ هو لازم تكون عارف قبل اي حاجة ان التواجد لوحده بابليك اونلاين او في العلن شيء مرعب لاي حد، حتى اللي بقوا خلاص وسطوا ومعروفين وبقى ليهم اسم. انا نفسي بترعب كل مرة بعمل فيديو، ليه بقى؟ بترعب ممكن يطلع عامل ازاي، ممكن يتفهم ازاي، الناس هتفتكره ازاي، وده طبيعي. مش بترعب اللي هو خوف، انا قصدي اللي هو اكيد بتوتر، بفكر بعيد، بتفرج عليه كذا مره قبل ما ابعته، قبل ما انزله في حته، قبل ما اشاركه في اي حته. ناس كتيره جدا للاسف على السوشيال ميديا اتعرف بحاجه مش اللي كانوا عايزين يتعرفوا بيها. ده دخلوا صح جدا على فكره. دخلوا في زون مش حلو خالص، وكانوا هدفهم او عايزين يوصلوا او يتعرفوا بحاجه معينه. فيديو ليهم مثلا ضرب، او حاجه ليهم مثلا ضربت، او ان كان حد شافهم بيعملوا مش عارف ايه ولا بيعملوا ايه، فخلاص الناس كلها بقت ماسكه ده عليهم، ده فلان ده بتاع مش عارف ايه. مهم. والحاجات فالناس، دي ما بتتمسحش، ما بتختفيش. طب الناس دي لو ما كملتش، يعني مثلا عملت فيديو طرقع وضرب وجاب ملايين، تمام، وبعدين قلت يا جماعه لا ده مش قصدي، ده انا عايز اعمله اصلا، بعمل حاجه تانية، انا مثلا بمثل مثلا، فاهمه؟ مم. ف ده ناس ساعات ما بتستقبلوش، يعني في ناس ما تستقبلش، لا احنا عايزينك ما بتمثلش، احنا عايزينك مثلا بتعمل كذا معين بالظبط. او بتعمل دي حاجه دي مشكله معينه. دي مشكله كبيره بتحصل، وبتحصل مع ناس كتير اعرفها، مع كلاينتس ليه كتير. بحاول اساعدهم يطلعوا من المشكله دي. زي ايه ممكن مشاكل اللي حصلت مثلا؟ يعني انت مثلا قبل كده تعرضتي للتهديد مثلا، او في كلاينت عندك اتعرض للتهديد؟ مش تهديد ايوه. للليفل ده الحمد لله، بس سرقة اكاونت، ناس بتستخدم اسمي نصب، مش عارف ايه الحاجات دي. ايه الصراعات اللي تكون جواكي دايما وانت شغاله وانت في البيت وانت مع نفسك؟ خايفة من المستقبل، خايفة من المستقبل جدا، خايفة ما اوصلش للي في بالي او اللي انا متخيلاه. عندي خوف كبير ان ممكن يكون، يعني ده حرفيا بيجيلي على طول، مش عارفة ليه، وبحلم بيه كتير، ان انا ممكن اكون عايشة حياة او في حاجة، او دي حاجة مؤقتة، او دي مش حقيقية اللي انا فيه. يعني ساعات بحس كده اللي هو بقعد مع نفسي كده اول ما اصحى مثلا، ببص قدامي، ببص كده على السقف وعلى السما، اللي هو دي حقيقة، اللي بيحصل ده حقيقة، الدنيا دي حقيقية، وكل اللي حوالينا ده حقيقي. بحس ان دي حاجة مؤقتة كده، وفي ثانية ممكن تختفي. ده رعب عندي، وعندي من زمان بحلم من يعني في احلام كتيرة جدا متكررة بتحصل لي، احلام مش حلوة. تعرفي تقولي اغرب حلم حلمتيه، او في حلم بيتكرر معاكي دايما بشكل مستمر؟ تقدري تقولي حلم زي كده ولا خايفه يتحقق؟ مش فكرة خايفة يتحقق، على قد ما عارف يقولك بلاش تقول الأحلام الوحشة. ايوه، ولا الحلوه حياتي، اه والله. الناس دي ولا الحلوه ولا الوحشه ولا الحلوه. بالعكس، هو مفيش أي حد، مفيش أشخاص خالص في الحلم. كنت في شرم الشيخ صح؟ امم تعملي في شرم الشيخ؟ كانت تبع مبادرة، تبع شركة علاقات عامة حكومية من أكبر الشركات اللي في مصر، مبادرة اسمها التأثير لترك الأثر. هي هدفها إن هما جمعوا كذا انفلونسر من المؤثرين على السوشيال ميديا اللي بيأثروا بشكل إيجابي، بيعملوا محتوى تعليمي أو هادف، أو محتوى بيأثروا بيه على الناس بشكل إيجابي عامة. جمعوهم عشان عايزين يطوروهم هم بقى، من هم شايفين ان احنا بنأثر على الناس بشكل ايجابي. الحمد لله طبعا، وبسطت جدا، وان انا اتشرفت يعني ان انا
كنت واحده من اللي اختاروهم حوالي 25 حد بس. فكانوا عايزين يطورونا ويأثروا علينا احنا بالايجاب، من ناحيه بقى يطورونا من الناحيه السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه. كنا كل فتره في حته. اكيد في شخص قريب منك بتحكي له كل حاجه وبيشاركك وبيكون سبورت ليك على قد ما يقدر. قول. كان في حد فعلا قريب مني جدا جدا. حد قريب مني جدا يعني هو قريب مني لحد دلوقتي يعني في كل حتة يعني. بس كعلاقة احنا ممكن نكون كنا أقرب 2 لبعض، كنا بنحكي لبعض كل حاجة. بس وصلنا لليفل دلوقتي ان احنا ما نعرفش اي حاجة عن بعض واحنا عايشين مع بعض. ودي اكتر الحاجات اللي بتزعلني من نفسي طول الوقت، ان انا خليت الشخصية دي توصل معايا الليفل ان انا ما بقتش عارفة عنها حاجة. بس انا عشان ابقى واضحة مع نفسي ما اقدرش اقول ان مش انا السبب بنسبة كبيرة. سبب التوهان اللي انا فيه والهوس اللي انا فيه ان انا عايز اعمل واوصل واجري والحق وكل الكلام ده، اثرت جامد جدا مع علاقات مهمة جدا جدا في حياتي، ما ينفعش ان انا اقصر معاها. دي حاجة بعاتب نفسي عليها كل يوم. سبب التأثير ده منك علشان شغلك ولا عشان انتي عايزة تأثري؟ عشان بسبب اختياراتي. اديني مثل او اديني موقف مثلا. طول الوقت يعني مثلا اديك مثال بسيط بدل مثلا اديك مثال زي ما قلت لك من شوية، في مشكلة ان عشان اي حد مش انا بقى عايز يوصل لحاجة معينة بجنون كده، او عايز يوصل لحاجة معينة قوي، بيضطر ان في حاجات تقع منه وسط الطريق، في حاجات مضطر يضحي بيها وهو ماشي في الطريق. زي مثلا انه يأثر مع اهله، مع صحابه، خروجاته مثلا تقل لانه مركز في حاجة تانية، سهرات بقى ومش عارف ايه تقل. فتبدأ تبعد عن الحتة دي وتدخل في الشغل او في الاريا اللي انت عايز توصل بيها او توصل لها. هي ضريبة عامة بتدفعيها. بالظبط. فاقدر اقول لك بكل وضوح ان انا يعني ضحيت بكتير وخسرت او قصرت مش عايزه اقول خسرت، كلمه بتوجع قصرت يعني. ممكن اكون خسرت شويه وضيعت فترات كان ممكن ان انا اقضي فيها وقت مع ناس معينه يعني. زعلان عليها؟ جدا. وبحاول، مش عارفه احاول ان انا ارجعها. بس انتي صريحة مع نفسك ان انتي السبب، ان انتي اللي مقصرة مش هم يعني. بنسبه كبيره انا السبب، لان انا السبب اللي كان مقربنا من بعض قوي، في نفس الوقت انا السبب اللي بعدنا عن بعض قوي. بسبب اهمالك في العلاقة جدا وعدم تواجدي. امتى تقولي لنفسك هلا وصلت للي هي عايزاه فانا كده تمام اكتفيت؟ ما اقدرش ارد على السؤال ده بكل صراحه. ما اقدرش ارد على السؤال ده. ما اعرفش انا عايزه اوصل لفين. مش عارفه ايه اللي ممكن هلا اخرها ايه. مش عارفه هلا ممكن توصل لايه ولا اخرها ايه. بصراحه يعني انا لسه بكتشف نفسي اصلا انتي اصلا لو ما كنتيش على السوشيال ميديا كنت ممكن تبقي ايه اساسا؟ يعني انتي كان عندك حلم تاني تدرسيه او تشتغليه او تكوني فيه دلوقتي؟ اه بجد؟ ايه؟ كنت هبقى دكتوره نفسيه. حلاوة. لو انا اعالج نفسي بنفسي محدش هيعالجني. بالعكس، انت عارف ان دكاتره نفسيين اكتر ناس محتاجه عالج معالجه نفسي نفسيه. بجد. يا نهار ابيض، تحية كبيرة قوي لكل الثيرابيست مصر اللي مشرفينا في كل حتة. طيب نو وانتي؟ اوفنس يا جماعه. طيب ليه ما عملتيش كده؟ مين قال لك اني ما عملتش كده؟ ايه ده بجد؟ عملتي ايه؟ كنت في الاول يعني وانا بقى خلاص ثانويه وداخله على الجامعه وكده، كنت ماشيه يعني خطوات ان انا ادخل طب. تمام. تعرف والدي ووالدتي دكاتره. الاتنين نفسيين؟ بابا دكتور نفساني. اوبا. طب بابا وماما؟ دكتور نفساني، ماما نسا ولاد، ما شاء الله. واختي في طب. ان هو ليه تولد وده يعالج اللي يولد على طول، فاهمه اللي هو يلا. تمام. اختك اصلا فين؟ في طب هنا في كمان؟ مصر. طب العيال كلها دكاتره، ايه اللي وداكي على السوشيال ميديا؟ ما خلاص بقى في ايه. حبيتي كلنا الموضوع؟ ابعد انا بقى افراج
كنت طيب. هدخل يعني طب، بس ما لقيتش نفسي فيه، مع اني بحب فكرة الطب، امم. النفسية بالذات. امم. انا اصلا واخدة كورسز في السايكولوجي والعلم النفس وحاجات زي كده من جامعة ييل. جامعة امم. ييل. أم، بس ما لقيتش نفسي فيه قوي ان انا اخده كمهنة استمر فيها. ليه؟ ليه؟ انا كهلا ما بحبش الروتين، امم. ما بحبش ان في حاجه ثابته بعملها كل يوم بنفس الشكل، بتقابل نفس ناس مثلا بمشاكل مختلفه بنفس الروتين، بعرف اقول لهم انت هتعمل كذا ومش عارف ايه. فكره ان انا اقعد على مكتب مثلا وكل يوم الموضوع يتعاد روتين كروتين، ما بقدرش خالص. شخص لا يطيق الروتين. انا ما لو قعدت تحبش اسبوع الروتين. بعمل نفس الحاجه هتجنن. طيب، فده بس شغلك اصلا ما فيهوش روتين؟ يعني انت لا، شغلك ما ايه ما فيش حد شغال في السوشيال ميديا يقدر يقول لك بكل وضوح ان شغله فيه روتين. اصلا؟ اي حد شغال في حته السوشيال ميديا بالذات، او ال الزمن اللي كله تكنولوجي ده، انت كل فتره في حته. عندك هنا مره ايفنت، هنا كامبين بتجهزه، هنا كلاينت مش عارف رايح له فين، هنا مشاكل بتحلها في كذا. ما في، وبالذات بقى في الكونتنت كريشن ما فيش روتين خالص. انا مش كل يوم بصور مثلا يعني. انا كهلا مثلا، لو انا مثلا بدات في حته صناعه المحتوى، ان انا كنت مجهزه استوديو صغير كده عندي في البيت، اضاءات بقى ومش عارف ايه، وده المكان اللي بصور فيه. ما قدرتش اكمل فيه شهرين، ما قدرتش، علشان هو نفس المكان. عشان هو نفس المكان. دلوقتي لو دخلت عندي على الاكونتس بتوعي هتلاقي كل فيديو في حته، وكل فيديو بطريقه. دي حقيقة، كلهم وانت بتتكلمي العربية لسه. اه، انا عندي سؤال. هو بصي، الستايل ده اكيد في ستايل انت عاملاه علشان توصلي لحاجة معينة في شغلك، فانت ممكن تقوليها لنا كده. اشمعنى دايما اي فيديو ليكي بيكون في حركة، بتعملي حركة، بتركبي عربية، تمشي في حتة ب... هي مش ستايل على قد ما هي جايه في النفسيه والبيهيفير بتاعت المشاهد. دي دراسات بقى واحصائيات جوه السوشيال ميديا نفسها. يعني انت يعتبر اصلا سلوكيات دكتورة المشاهد في نفسية السوشيال. بس من ورا الشاشة. ما هو ما انا زي ما قلت لك، انا ما دخلتش طب، بس انا عشان برضو حبيت الموضوع فانا ما بعدتش عنه قوي. فانا دارسه الكونسيومر بيهيفير، اللي هي سلوكيات المستخدمين نفسيا على السوشيال ميديا. ازاي حد بيستوعب حاجه معينه بتحصل قدامه، فيديو معين، ازاي اوصل لليفل ان انا ابقى افقد الاهتمام ولا على تاني ولا مش عارف ايه. نفسيه المشاهد وهو بيتفرج دي بعرف العب عليها الحمد لله. هسألك سؤال بعيد خالص بقى. يا رب ينقل بقى منك يعني يا بابا. مين اكتر حد عايزة تعتذري له، تأسفي وتقولي انا قصرت معاك، وتعالى، تعالى ايا كان، نبدأ صفحة جديدة، وهتلتزمي بانك انت فعلا تبداي صفحة جديدة؟ مين الحد ده؟ اختي. مين؟ اختي. دي اكتر حد عايزة؟ ليه؟ آم، اكتر حد عانى معايا وقصرت معاه وما كانش يستحق معاملات معينه مني وسلوك معين وتصرفات معينه يعني. انت بعيدة عنها قوي. هي دي المشكله، ان هي قدامي طول الوقت، بس انا مش عارفه احتويها زي ما كنت بعرف احتويها زمان. و... ودي حاجه انا معترفه بيها جدا. مين اكتر شخص حابة تقولي له شكرا، انك انت مؤمن بيا؟ بس هو مجرد الايمان في حد ذاته حاجة مهمة. حد واحد برضه. اه، شخص واحد. لا، هو اتنين. بعيد عن اهلك، بعيد عن ماما وبابا. ايوه. عشان مين؟ اقول له شكرا انك مؤمن بيا. ممكن يكون دكتور في الجامعة على فكرة، ممكن يكون حد كان قريب منك في وقت من بعيدا عن الأوقات. الاهل والقرايب يعني. بعيدا عن أهلك يعني. خالص. شريكي في الشغل.
يعني عندنا ايجنسي صغيرة سوشيال ميديا، ايجنسي بنكبرها كده واحدة واحدة يعني. عندنا تيم وكده، هو شريكي في الشغل. هو اللي من غيره ما كنتش، من غير دعمه يعني وإيمانه بيا ما كنتش دخلت في السوشيال ميديا. هو اللي زقني وكان مؤمن بيا. هو كان مؤمن بإن هلا هتوصل وهتنجح عشان هلا شاطرة، وأنا كنت بادئة مؤمنة بفكرة اللي هو أنا هبدأ عشان أثبت إن أنا قادرة. لحد ما إيمانه بالحتة دي أو الفكرة اللي في باله إن أنا هلا هتعملها عشان هلا هي اللي شاطرة، يعني أقنعتني وخلتني أنا كمان مؤمنة بيها. طبعا لو كان في الأهل كان بابا وماما أكيد طبعا هما اللي هما وقفوا الاتنين، جنبه. ما أقدرش أقول حد أكتر من حد بصراحة. أكيد طبعا. ايه أكتر علاقة خايفة تخسريها تاني؟ يعني في علاقة أكيد لسه ما خسرتهاش قوي وانتي خايفة تخسريها الفترة الجاية. تاني مع علاقة انت لسه ما خسرتهاش. هي مهزوزة. مهزوزة. ازاي؟ تلعب سيكا كده. هي مش مهزوزة، هي قوية بس من بعيد. بمعنى ايه قوي من بعيد؟ يعني قوية بالقلب وبالروح، بس مفيش communication خالص. مين تقدري يعني؟ تقولي مين الشخص؟ او بلاش، لو لا قريب. هقولك عادي. قريب. مم. مين الشخص اللي انت خايفة تخسريه الفترة اللي جاية وعلاقتك مهزوزة بيه؟ أخويا. حلاوة. اخ واخت حلاوة. أنا أكبر واحدة فيهم. مم. أكبر واحدة فيهم، وكان نفسي من زمان إن أنا أكون زي ما بيقولوا الأم المحتضنة. محتوياهم وأختهم الكبيرة وكده، بس ما أقدرش تقول إن أنا عرفت أحقق ده أو عرفت أوصله ليهم بالطريقة دي. ما قدرتش إن أنا أعمل حاجة زي كده. أخويا أصغر مني ب9 سنين وأختي 3 سنين. شايفة نفسك مش قادرة تحتويهم علشان انتي اصلا من طبعك، خلينا نقول، تركيز في نفسك اكتر، او انتي ما عندكيش اوبشن غير لما، يعني عايز اقولك ان انتي الاوبشن اللي عندك تسارعي عشان توصلي لحياتك ومستقبلك وطموحاتك، ما عندكيش اوبشن الاحتواء اصلا. يعني جايز انتي ما عندكيش الاوبشن. هو أنا مش ما عنديش أوبشن، لا هو الأوبشن موجود، و... وأنا هقدر أحتوي وهقدر أعمل، بس الموضوع برضو داخل في الصراعات اللي بيني وبين نفسي. محتاجة عشان أدي لحد حاجة، زي ما بيقولك قبل ما تروح تدي لحد حاجة اشتغل على نفسك الأول. قبل ما تكون جاهز أو تدي نفسك لحاجة معينة، أو تبقى مثلا جاهز إنك تبقى في علاقة تحتوي أو تكون أنت الشخص اللي يحتوي، لازم أنت نفسك يعني تشتغل على نفسك الأول. ساعات الطرف التاني مش هيستناكي. ما هي دي يعني ساعات الطرف التاني لما يلاقي اي احتواء جاي من بعيد او اهتمام مش هيستناكي، ولما تكوني انت جاهزة هيقولك انت كنت فين. عشان كده بقولك خايفة من المستقبل. خايفة من المستقبل إن أنا في الآخر بعد كل ده كل حاجة تختفي وكله يروح، وفجأة ألاقي نفسي لوحدي. تخافي من الوحدة اصلا؟ في فرق بين الوحدة وإن أنا أقعد لوحدي. لا، بتخافي من الوحدة يعني انك انت ما يكونش في حد قريب منك، ما يكونش في حد معاكي طول الوقت، تفاصيلك، اهتمامك. مم. عارفة، انا متأكد ان انت ساعات بتستغربي لما تليفونك يرن لحاجة تانية غير الشغل. دي حقيقة. أنا بيجيلي مكالمات ما بردش عشان شغل، بس مش قادرة أرد. في الآخر حصل موقف قبل كده، حد كلمني، حد من صحابي يعني، بس أنا كنتش مسجلة رقم. صحابي من زمان يعني.
افتكرت شغل، فكان اتصل مرتين وانا يعني كنت واخده بريك كده مش قادره، يعني كنت في فتره بيرن اوت اصلا يعني. ما كنتش قادره ارد ومش مش عايزه ارد، يعني خلاص شغل بقى ومش فايقه دلوقتي، انا في اجازه سيبوني في حالي يعني. فبعدها بيومين لقيت انها كانت واحده من صحابي من زمان بتقولي انا كنت بكلمك عشان اعزمك على كذا كذا، معانا عندنا عاملين لمه كده صحاب الشله بتاعت زمان وخارجين وعايزينك تيجي معانا، بس انتي ما ردتيش ومش عارف ايه، فقلنا انك مشغوله ومش فاضيه، فضايقت نفسي فخرج. حسيت ان انت بعيدة برضه. اه دي حقيقة. شايفة نفسك امتى تكوني جاهزة وتصلحي كل علاقاتك او كل حياتك اللي فيها مشاعر مهمة جدا من قرايبك واخواتك واهلك واصحابك؟ امتى تكوني جاهزة عشان تصلحي حياتك وعلاقاتك؟ لما اعرف اخد قرارات صح واعرف اعيد اولوياتي صح بصراحة. في حاجة معينة حابة تقوليها قبل ما نروح لخطوة الشغل؟ مسج معينة حابة تقوليها لحد، أو حاجة من دي؟ ممكن عايزة اوصل رسالة لاخواتي الاتنين يعني، آم، ما تفقدوش الايمان بيا، واختكم الكبيرة. ما يفقدوش الإيمان بيكي. don't give up on me. نروح لجانب الحياة العملية، هسألك فيها سؤالين يلا بس عشان أنا ما فهمش فيها بصراحة، فهسألك فيها سؤالين بس. يلا. إيه أكتر حاجة بتحبيها في شغلك جدا جدا جدا؟ حلو السؤال ده. هم. لما احس ان انا فرقت في حياة حد، او يعني خليني اقولها لك بطريقة احسن شوية. مالك استغربت كده ليه؟ لما احس ان انا ساعدت حد يوصل لهدف، او حطيته على طريق يساعده يوصل لهدف معين. لما حد يجي يقول لي شكرا انا استفدت منك جدا، انت غيرتي وجهة نظري، غيرت طريقة تفكيري، ساعدتيني جدا. يعني باختصار بسيط، لما احس ان انا فرقت مع حد بالايجاب، ساعدته، زقته يوصل لهدف معين. اكتر حاجه بحبها في شغلي في عامه مثلا عشان انا عندي شركه تسويق زي ما قلت لك، وبقدم استشارات تسويقيه وبقدم استشارات مفصله، مثلا لو حد عنده سمول بزنس محتاج يعرف ازاي يسوق لنفسه صح. فانا في الحته دي بالذات، في الحته دي من شغلي بفرح قوي لما احس ان انا عرفت اساعد حد او اوجه حد للطريق الصح. البوزيتيف فيدباك اللي بيجيلي دي اكتر حاجه بتخليني اكمل. دي الحته بتاعت مثلا لو انا بقدم سيرفيس، او مثلا انا بقدم استشاره، او ليا كشركه يعني. ساعد الناس عامة. اه طيب وإيه أكتر حاجة ما بتحبهاش في شغلك؟ العكس. اكتر حاجه ما بحبهاش في شغلي يبقى أم، الشغل بتاعي عامه، او المجال اللي انا فيه، طول الوقت في تطورات كتيره بتحصل، وابديتس كتيره، وحاجات كتيره. لو ما ركبتش الترندز وما ركبتش الحاجات دي هقع، او هبقى يعني مش هعرف ان انا لازم طول الوقت اركب الترند، لازم طول الوقت ابقى ابديتد، لازم طول الوقت ابقى عارفه اللي بيحصل، ايه التطور الجديد اللي جه، ايه اللي بيحصل هنا، ايه اللي ما بيحصلش هنا. فمش فاكتر حاجه ما بحبهاش حته ان انا طول الوقت ببقى في بيرن اوت، طول الوقت حاسه ان انا بجري، وطول الوقت حاسه ان في مقارنه بتحصل. في شغلي الجانب السلبي، او الجانب النفسي، نفسيا يعني، بيبقى اكتر شويه ساعات بيخليني اثر على نفسيتي، واثر مع نفسي، اثر مع نفسي كهله. فاكتر حاجه ما بحبهاش عامه في المجال ان انا طول الوقت بحس ان انا باثر مع نفسي. أنا عاجبني جدا بجد صراحتك مع نفسك، عاجبني جدا إن أنت متصالحة مع نفسك بطريقة حلوة بصراحة. فيعني
جامد ده. بمناسبة الصراحة والحاجات الحلوة دي، عاملين كده في البودكاست لعبة بسيطة جدا، هتسيب رسالة أو نصيحة أو سؤال للضيف اللي هيجي بعدك من غير ما تعرفي هو مين الضيف ده. فاللي هيجي يقعد على الكرسي ده مكانك، تحبي تقولي له ايه؟ حاول ان انت تدي لنفسك مساحة اكتر في انك تطلع اللي جواك وتكتشف نفسك اكتر، يعني ما تقفلش على نفسك. ادي فرصة انك تفتح قلبك، عشان دي فرصة معظمنا محتاجينها، ان احنا نتحط في وضع ان احنا نكتشف نفسنا او نكتشف حاجات عن نفسنا، عشان دي بتساعدنا نعرف نكمل او نعرف الخطوة اللي جاية تبقى ايه. حلو ده. هلا، مبدئيا انا مبسوط جدا بالحلقة دي، ومبسوط جدا انك انتي فتحتي قلبك واتكلمنا بطريقة صريحة جدا. جدا. اه وبجد مبسوط جدا بيكي، انا كمان والله، وان شكرا شاء لله. الله تحققي كل حاجة عايز تعمليها. ان شاء الله.